والاجتماعية لجائحة كورونا. ضيف نشرتنا اليوم السيد عمر الورغي رئيس الغرفة والاجتماعية لجائحة كورونا. ضيف نشرتنا اليوم السيد عمر الورغي رئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانا وعضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للحلاقين. مرحبا سي عمر. وبك أكثر بالمشاهدين الكرام. مرحبا سي عمر. نبداو بالأضرار الحاصلة للقطاع نتيجة الحجر الشامل. والله نحب نقدم نعرف بالغرفة ساعة باش يعرفوها النظارة اللي كونه يلزم يعرفوا النقابة اللي راي بتاع الحلاقين موجودة من عام 1964 فهمتي. ونشأت الغرفة الجهوية للحلاقة بتاع ريانا من 1985 تناوبوا عليها السيد محمد سحنون والسيد أحمد بن مراد والسيد خميس والناس والسيد حمادي بن مراد. وفي المؤتمر الأخير 2017 ترشحت أنا باش ناخذ المشعل ونكمل نواصل الواحد. فيما يخص البرنامج نتاعنا معناها شفنا الحجامه الكل نتاع ولايه ريانا، نحكي على ولايه ريانا خاصه اللي شفناهم ياسر متذمرين، ياسر تعبوا ياسر. معناها ثم شكون اللي كرا حانوته معناها في جانفي تقريبا جات كورونا في مارس فيفر مارس قالوا الملاك اخرج علي ما عندكش حق الكرا. هو يسكن في وادي الليل وكرا في منوبه الكرا ب 600,000 حانوت ما عندوش حق الكرا، خرجوا تويكا بطال. ثم واحد اخر في سيدي ثابت زاد كيف زاد فهمتي ولا مقصوص عليه الماء والضوء. ثم واحد اخر في ريانا فهمتي يشكي عدوه في القناه نسمه معناها باش يعاونوه العباد، جابوه فك البرنامج نتاع الاعانه وكذا فهمتي. والحصيل معناها الحال متدهور متهمش ياسر. قطاع الحلاقه تهمش في السنين هذه الاخيره تهمش برشا. باهي، هل كانت لكم مفاوضات مع سلطه الاشراف؟ والله طلبتوش تعويضات؟ بالنسبه لنا احنا نكتبوا تقارير وندفعوا بها للغرفه الوطنيه، والغرفه الوطنيه تقدمها تحيلها لعنايه السيد رئيس جامعه المهن والحرف، وهو يتفاوض بالاساس. وفي نفس الوقت هو تفاوض ديجا وكلمهم معناها اللي معناها عنايه الحكومه قالت اللي كونوا الناس اللي تخلص فورفيتير معناها النظام التقديري مش باش ياخذوا حتى تعويض حتى شيء، ما ثم حتى القروض طلبنا منهم معناها باش يعاونونا بقروض باش نخرجوا من المأزق هذا اللي جينا فيه. ما ثماش معناها قالوا انتم فورفيتير ما تاخذوش، يعطوا للمؤسسات الصغرى فهمتي ومنحوا للمؤسسات الكبرى والمؤسسات وكذا. هو تصوري انت ال 200 دينار اللي قالوا عليه ثم ناس جاتهم وناس ما جاتهمش. ال 200 دينار اللي قالوا معناها ناس صبوا لها وناس ما صبولهاش. والاشكال واغرب من ذلك ما عطوناش طريق صحيح نعرفوا به شكون مسؤول على ال 200 دينار. يعني اي وزاره الماليه تمشي لها ما تلقى حد، تمشي لوزاره الشؤون الاجتماعيه ما تلقى حد مسؤول على الامر هذا. معناه نورمالمون كي يهبطوا برنامج كيف هكا يقولوا يا ناس يا اصحاب الباتيندا راهو تحبوا اتصلوا بيديروا الارشادات فلان الفلان هذاك يوجهكم هذاك كذا. احنا قعدنا تاعبين في الحكايه هذه فهمت. في نفس الوقت فهمتوا اللي عندنا برشا فهمتوا اللي خضم نتاع الحلاقه هذه ولا تعطى شهاده الكفاءه المهنيه تعطى هكاك جوزيف معناها شهاده الكفاءه المهنيه رغم اللي يلزم المجلس الحرفي هو اللي يشرف على شهاده الكفاءه المهنيه قانونيا بالفصول القانونيه. هما المركز ثم مركز واحد هو في حي الزهور يعطي شهاده كفاءه مهنيه. شكون اللي يقوم على اللجنه ذي؟ تقوم كان مدربه واحده مكونه واحده نساء ورجال قايمه به، ما يدخلوش المجلس الحرفي. كي جينا نتفاوضوا معاهم وعملنا معاهم جلسات وتكتبنا وكذا ويقولوا ما يسالش، ولكن من بعد قال لك فهمتوا لا جمعوا غرفه تونس وغرفه منوبه وغرفه ريانا وغرفه بن عروس باش تشرفوا على شهاده كفاءه مهنيه. علاش؟ قال لك عندنا مركز واحد في حي الزهور فهمتي نجموا علاش اختصاص الحلاقه. احنا عندنا دكاتره والله العظيم عندنا ناس معناها ياسر معناها في الحلاقه وفي الخدمه. علاش ما نحطوش خبراء مثلا في ريانا عندنا في حي التضامن مركز نتاع تكوين مهني، علاش ما نحطوش فيه انسان يشرف على التكوين المهني نتاع الحلاقه؟ تو عندنا في حي الانطلاقه خواص حالين المكاتب. الدولة عجزت باش تعمل مركز حي التضامن باش تعمل فيه الحلاقة. ريانا ما ثماش حلاقة، الجبل الأحمر ما ثماش حلاقة، مراكز تكوين ما فيهمش الحلاقة. وتويكا يعطوا في شهادة كفاءة مهنية راهو جاك أغرب صدقني ما يعرف شيء من الحجامة.
شهاده كفاءه، راهو كفاءه الا ما يكمل 3 سنين ولا 4 سنين بعد خدمه وخبره باش ياخذ شهاده كفاءه مهنيه. كفاءه معناها انت كفء باش تتعاطى المهنه هذه. تجي انت سود وجهك وحل حانوت. سي عمر، كانت لكم وقفه احتجاجيه، شنو الهدف من هذه الوقفه؟ الهدف عندنا برشا طلبات رغم الوقت الضيق نتاع سيادتكم، ولكن عندنا برشا طلبات ما نجمش نعدها تويك الطلبات. عندنا برشا طلبات وزيد عندنا نهار الاثنين ان شاء الله 29 جوان في بلديه حي التضامن باش يوقع اجتماع ان شاء الله عام نهار الاثنين 29. المطالب نتاعكم تتلخص في مطالب بالذات مطالب اقتصاديه واجتماعيه. مطالب اقتصاديه واجتماعيه، على خاطر بصراحه تعبنا ياسر احنا. تصوري انت انسان تويكا بعد ما خرج من الكوفيد هذايا انسان ما عادش لاقي روحه، ما عادش لاقي روحه، ولا اللي هذا حل حانوت حانوت بجنب حانوت بدون رخص وبدون اداءات وبدون حتى شيء، فهمتي؟ وراق الماء اللوناس نتاع الماء تسالنا، الضوء يسالنا، الباتين دا تسالنا، ناس مش خالصه، ناس ولادها مت بالشر، ناس جاعت، ناس تعبت. رانا تعبنا ياسر. الحجام قطاع مهمش. تصوري انت اللي يخدم هو خدام في مؤسسه يعطوه 200 دينار في مارس وافريل اعطوهم له، واحنا اعطونا 200 دينار كان مارس برك. هذا اذا كان خذا هذا ثم قلت لك 90% ما خذاوش، 10% رماد في العينين هكا هو، فهمت؟ وبخلاف هذاك ودونه نحب نتسائل سؤال، شكون اللي طلع بحكايه 200 دينار؟ باي معيار انتم حطيتوا ال 200 دينار؟ سالتوا انتم اهل الخبره اهل المهنه قلتوا لهم هل تساوي 200 دينار؟ باي اساس انتم قررتوا 200 دينار؟ علاش مش 500 دينار؟ علاش مش 100 دينار؟ بلا اساس انتم هاو تضحكوا على الشفافيه. وين الشفافيه؟ فسروا لنا يا خويا، فسرون. وهي بخلاف هذاك سامحني اختي، هو بخلاف هذاك ودونه كل معناها المجلس النواب ورئيس الحكومه ورئيس الدوله مع كامل تحياتي لهم، فهمني؟ اول ما يتعدوا في البلاطوات ويتعدوا في التلفزيون يتعدوا للحجه. اول حاجه يعملوها يتلهوه بالمنظر نتاعهم، يلزم يكون منظر لائق. كيفاش انت تنساه الحجام؟ كيفاش جوعته الحجام؟ علاه تجوع فيه؟ شكرا لك سيد عمر الورغي رئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانا على كل هذه التوضيحات. بربي ما نجمش نعمل الدعوة عايشك في ساعة. في إطار نشاط الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانا يدعو رئيس الغرفة كافة الحلاقين المنتصبين لحسابهم الخاص بحي التضامن